السلام عليكم ورحمة الله. رمضان قرب، رمضان على الأبواب. إزاي أستغل رمضان؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. محتاج تزيد، محتاج تخس، كل ده هنتكلم فيه الفترة الجاية إن شاء الله. رمضان ده يعتبر زي فرصة تدريبية لكل إنسان، من خلاله تقدر تدرب نفسك على أي شيء، لأن رمضان زي ما احنا فاهمين إن هو يعتبر زي قلعة تدريبية. اللي مش بيصوم بيصوم، اللي مش بيصلي بيحاول يصلي، اللي مش ملتزم بيحاول يلتزم. طبعا الالتزام ده مستمر، ممكن يكون في نفسك أو جسدك، إنك تحاول تحافظ على أكلك، على شربك، على نومك، كل ده سهل. أكيد لو محتاج أخس أو محتاج ازيد قدامي طريقتين بس، مفيش ليهم تالت. الطريقه الاولى هي طريقه ازاي اتبع نظام غذائي كويس يقدر يوصلني للهدف اللي انا عاوز اوصله. تاني حاجه اللي هو نظام تدريبي، بيكون ده صعب شويه لبعض الناس مش لكل الناس، لكن نظام التغذيه ده بيكون سهل جدا تنفيذه، وخاصه في رمضان، لان رمضان زي ما انتم فاهمين فتره الصيام بتبقى طويله جدا، طبعا فتره الاكل بتكون بسيطه، فبالتالي بيبقى سهل على اللي عاوز يخس، لكن اللي عاوز يزيد بتبقى صعب عليه شويه، لكن برضه مش مستحيل. خلينا نتكلم في البدايه ازاي افطر صح، ازاي افطر في رمضان فطار ما يتعبنيش، ما يكسلنيش، ما يخلينيش اهبط ولا احس ان انا محتاج انام بعد ما اكل على طول. طبعا زي ما احنا فاهمين ان كل الناس او معظم الناس مجرد ما يفطروا بيحسوا بخمول، بيحسوا بهبوط، وبيحسوا ان هم محتاجين يناموا. طبعا في صلاه قيام، وفي المفروض شغل، وفي حاجات كتير للناس. مبدئيا كده ازاي ارتب فطاري في رمضان عشان ما اهبطش؟ المفروض اول حاجه تكون الميه او التمر، ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل تكون ميه طبعا ما تزيدش عن 600 مللي، ما تكونش تتشرب مره واحده، لا يفضل انك تشربها على مراحل او على فترات بسيطه ومتقاربه. تاني حاجه اللي انا اكل تمر ويكون عدد فرد، طبعا ليه سبب علمي وفي سر معين كده، وبحث اخير كنت قراته عن الموضوع ده، وان شاء الله هفيدكم بيه الفتره دي. بالنسبه للتمر يفضل الواحد اللي عاوز يخس ده يكون ياكل عدد اقل من يعني 3، فيما واحده او 3 ما يزيدش عن كده. اما الشخص اللي عاوز يزيد ده ممكن ياكل 7، ياكل 9 براحته خالص، بس يفضل برضه انه يكون 7. بعد كده ان هو ينزل يصلي، بعد ما بيصلي وبيرجع ازاي ارتب بقى وجبتي اللي موجوده على السفره. اول حاجه المفروض انها تكون الشوربه ويكون معصور عليها ليمون او اي شيء حمضي انت بتحبه. تاني حاجه السلطه، والسلطه يفضل ان يكون موجود فيها جميع الوان الخضار اللي موجوده عندك في البيت. تالت حاجه اللي هو البروتين. رابع حاجه الا وهي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات موجوده على سفرتنا في 3 صور. الصوره الاولى هي الرز، الصوره الثانيه هي المكرونه، الصوره الثالثه هي العيش. طبعا دي النقطه الفاصله بالنسبه للشخص اللي عاوز يزيد وزنه او اللي عاوز يقلل وزنه. اللي عاوز يزيد وزنه بياكل منها بكميات اعلى شويه، واللي عاوز يقلل وزنه بياكل منها بكميات اقل. طيب ايه المحظورات اللي يجب تجنبها تماما في رمضان سواء عاوز تزيد او عاوز تخس؟ اول حاجه هي السكريات البسيطه تماما بانواع. السكريات البسيطه دي المتمثله في جميع انواع الحلويات، كنافه، بسبوسه، جلاش، اي حاجه من انواع الحلويات دي. طيب تاني حاجه من المحظورات بتكون ايه؟ طبعا الناس في رمضان اول حاجه بتعملها من اول ما تخلص فطار كوبايه الشاي، لازم أن تكون ما بينها وما بين الفطار اقل حاجه ساعه. طيب وبالنسبه للقهوه، القهوه عادي. طيب كده احنا خلصنا الفطار. بالنسبه للسحور ان شاء الله ده هيكون الفيديو الجاي، انتظرونا، ويا ريت لو اي حد عاوز يستفسر عن اي حاجه ممكن يكتبها في التعليقات وان شاء الله نرد عليه.